الميدان هو الفاصله سي عمر في هذه المسائل هذه. كنتمنى ان شاء الله ان الاسود يقدموا مباريات مزيانه في دور المجموعات ويتاهلوا. الا شفنا المجموعه على الورق راه مجموعه سهله، ولكن المنتخبات الثلاثه عندنا معاهم تاريخ. الا دوينا على تنزانيا هي اللي كانت ربحتنا ب3-1 في الاقصائيات ديال كاس العالم البرازيل 2014. زامبيا تاهلنا على الحساب ديالها، عندنا مع ديك الزوينه المونديال امريكا 1994. وبالنسبه للمنتخب لا ار دي سي هو اللي تاهلنا على الحساب ديالو ولا كاس العالم قطر 2022. كنتمنى حظ موفق الكتيبه ديال وليد الركراكي، ودائما التواضع كيف ما كنا في المونديال باش نحققوا الكاس اللي غابت على الخزينه من 1996 اديس ابابا. بالنسبه للقرعه ديال كاس افريقيا وقرعه دور المجموعات كنظن بالنسبه لي شخصيا القرعه ماشي مهم لادفيرسير، لان دور المجموعات كنتجاوزوا بشكل عادي مؤخرا. مي منتخبات زامبيا تنزانيا لاغ دي سي حداو من نموي، مي العادي وين ندوزو العادي وين نتكاليفاو. كان الصعوبه غتبدا بالضبط من البلاي اوف من دور ثمن النهائي القدام. فكنظن ان دور المجموعات غنتجاوزوا ان شاء الله، غير نعطيو حقه. من بعد خاص نتجاوزوا الحاجز النفسي ديال الثمن ولا ديال الربوع. شفتي مؤخرا ولا في لاكان 2017 لا 2019 لا هذه اللي فاتت دور المجموعات عمرنا تعدلنا فيه، ولكن الدور الثاني فيه كاين الاشكال. باش كنقول ان القرعه كما كان نوعا ما كنت حطينا مع منتخبات مصنفه ما كناش غنتعذبوا. دابا خصنا نعرفوا نجيريو البلاي اوف. عرفنا نجيريو في لاكوب دي موند، لا كملنا به نقدروا نمشيو ابعد نقطه ممكنه في لاكان.